هقول لكم القصيدة أو جزء من قصيدة كنت قلتها وانبسط منها جدا الشيخ الشعراوي، وقال لي لازم تقولها لي مرة تاني. فقلت له دي مكتوبة في كتاب من كتب الشعر عندي، فقال لي اهدني هذا الكتاب. هديته كتاب، قال لي واكتب لي عليه كلمة إهداء. القصيدة دي كان إيه؟ كان مناسبتها إن لما توفي إبراهيم باشا فرج سكرتير عام الوفد، اتصل بنا فؤاد باشا سراج الدين وقال ده راجل آخر باشا في الأقباط أو وزير، فياريت يصلى عليه في الكاتدرائية. فقلنا طيب، الكاتدرائية في وش المقر بتاعي، مش معقول الراجل يدخل جثمان له الكاتدرائية وأنا ما أصليش عليه. فذهبت لأصلي عليه، وكان موجود معايا الشيخ الشعراوي، كان وفد قديم هو. فأخدته لغاية لما وصلته جوه وطلعت صليت على الراجل، وبعدين هلقي العظة. فمن ضمن العظة قلت الآتي: قلت لما داود النبي قربت ساعة وفاته، نادى على ابنه سليمان وقال له: يا ابني، أنا ماض في طريق الأرض كلها، فتشدد وتشجع وكن رجلا. وفي الواقع نحن جميعا ماضون في طريق الأرض كلها. وأتذكر أنني قلت بعض هذه الأبيات: لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه أن سوف نمضي. في طريق الموت نجري كلنا، في سباق بعضنا في إثر بعض، كبخار مضمحل عمرنا، مثل برق سوف يمضي مثل ومضي. يا صديقي كن كما شئت إذن، وامض في الآفاق من طول لعرض. ارض آمالك في الألقاب أو ارضها في المال أو في المجد ارضي. آخر الأمر ستهوي مجهدا، راقدا في بعض أشبار بأرضي. آخر الأمر ستهوي مجهدا، راقدا في بعض أشبار بأرضي. يهدأ القلب ويبقى صامتا، لم يعد في القلب من خفق ونبض. ما ضجيج الأمس في القلب إذن، أين بركانه من حب وبغض. الشكر، كل الشكر والامتنان العميق لقداسة البابا شنودة الثالث، والشكر لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء مع قداسته في العام القادم إن شاء الله.